مشاهدينا الكرام ورسالة جديدة من رسائل الأهلي اليوم داخل قلعة الأهلي بالجزيرة. النهارده هنتناول أمور عديدة جدا داخل النادي الأهلي، أبرزها بالتأكيد زيارة الوفد الفلسطيني واستعدادات جارية لمباراة الأهلي والسكة الودية اللي أقيمت صباح اليوم. تعالوا النهارده نشوف رسالتنا هيكون فيها إيه. نبدأ رسالة النهاردة بتواجد الأعضاء داخل فرع الأهلي بالجزيرة وحرص الجميع على الحضور والاستمتاع بالأجواء داخل النادي، خاصة مع تغيير الأحوال الجوية وبدء درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا قبل الدخول في فصل الشتاء. الحضور لم يقتصر على كبار السن فقط، بل تنوعت من صغار إلى شباب، كل يستمتع داخل ناديه. ولأن شعبية الأهلي كبيرة في كل الدول العربية وتحديدا فلسطين، زارت صباح اليوم رابطة محبي وعشاق الأهلي بفلسطين ومعها وفد صحفي من شبكة أطلس سبورت الرياضية النادي الأهلي، والتقت مع عددا من مسؤولي النادي ومع المهندس عادل القيعي الذي رحب بهم بشدة، رافعا معهم علم دولة فلسطين الشقيقة. طبعا هم اليوم حلم واحنا نشاركهم هذا الحلم ونحرص عليه ان في يوم قريب باذن الله النادي الاهلي يروح يلعب في فلسطين. هتبقى حاجه تاريخيه، ورحنا قبل كده ودفعنا ثمنها ايام حيدر باشا لما نبه ان الاهلي ما يروحش يلعب في فلسطين، ورغم هذا ذهب النادي الاهلي ليلعب، وكان السفر بالقطر وقتها، فاوقف فريق الاهلي كاملا، وكان هناك مسابقه في الكاس فلعبها الاهلي بالناشئين، وقتها فاز الزمالك 6-0. وبس اللي مش عارفين تاريخ هذه المباراه نقوله لهم، لان كمان كان الاهلي موقوف نشاطه الكروي كله. فلما رجع فجاه بقرار كان الاهلي غير مستعد ولا يتدرب، فلعب هذه المباراه. ثمن بسيط بندفعه لحرصنا على التواصل ودعم القضيه الفلسطينيه، مش من منظور المتاجره والمزايده والتزايد، ولكن بنشعر ان هذه مسؤوليه النادي الاهلي. توجهنا منذ الصباح هذا اليوم الى النادي الاهلي بعد التنسيق من الاخوه من رابطه مشجعي ومحبي النادي الاهلي في فلسطين. قاموا بالتنسيق لنا لدخول النادي الاهلي اليوم، لا يعني للاطلاع على مرافق النادي والجلوس مع اللاعبين او حتى مع الاخوه في مجلس الاداره والمهتمين في النادي الاهلي، لعمل لقاءات اعلاميه وتقارير صحفيه عن النادي الاهلي ونشاطاته وعلاقته ايضا وعلاقه النادي الاهلي بفلسطين، ومن خلالنا نحن ننقل حب وعشق الأخوة في فلسطين أو الفلسطينيين بشكل عام للنادي الأهلي ومتابعتهم وتشجيعهم. يعني لمسنا الاستقبال الحار من قبل الأخوة في الأطلس الأهلاوي أو السيد المهندس عادل القيعي مدير التسويق في النادي الأهلي أو الأخوة في مجلس الإدارة، وكان هناك ترحيب واسع لنا في الشبكة، يعني وتركوا المجال لنا أن نتجول في النادي وأن نعمل لقاءات مع كل الموجودين. هذا بيدل على مدى التواصل بين روابط النادي الأهلي بين الألتراس الأهلاوي وروابطه في كل مكان في مصر وفي فلسطين، وهذا تأكيد على حجم التواصل الموجود بيننا وبينه. إذا نصل لختام رسالتنا اليومية من داخل قلعة الأهلي بالجزيرة، على أمل اللقاء في رسالة جديدة من رسائل الأهلي اليوم. من داخل النادي الأهلي، محمد سعيد للأهلي اليوم.